محدش ابدا كان يتخيل ان الصينيه دي كلها معموله بربع كيلو دقيق. تعالوا ندخل على الفيديو، بس قبل ما ابتدي الفيديو كده تصلي على النبي وتعالي هقولك شويه حاجات حلوه جدا جدا تمشي بيها لو عندك اي مناسبه وتلمي الدنيا. صينيه كده مقاس 30 في 40، دهنتها دهنه سمنه او زبده، وبطنتها بطبطينه كده من الدقيق وركنتها كده على جنب علشان هحتاجها طبعا في الخطوات اللي جايه. 3 بيضات بالظبط بدرجة حرارة الغرفة، وللأسف طبعا كان القشر فيه حاجات كده فمعلقة مبلولة وطلعتها بمنتهى السهولة. كمان نزلت عليهم بربع كيلو من دقيق الاسبونج بس كده، وبربع كوباية من المية، وطبعا لو احتاجتي مية بعد كده بتحطي معلقة او معلقتين. وكمان نزلت عليها بباكت من الفانيليا وضربتها على اعلى سرعة في المضرب الكهربائي. والوصفة دي بالذات ما تنفعش غير بالمضرب الكهربائي او العجان، طبعا بتبقى سهلة جدا. تضربي لحد ما الفوم بتاعك يعلى كده، ولو حسيتي ان هي محتاجة معلقة او معلقتين من المية اديها، وما تكتريش عن كده عشان مش بتبقى حلوة خالص. نزلت بالخليط بتاعي في الصينية اللي بطناها مع بعض، ودخلتها على طول على فرنة متسخنة من قبل درجة حرارة 200. طبعا من تحت، بس انا ما حبيتش اديها وش عشان ما اضطرش ان انا اشيل الوش بتاعها، فاديتها كده سوا من تحت بس. زي ما انتوا شايفين اول ما تاخد اللون الذهبي كده من تحت هي كده خلاص استوت. ما تقلقوش، هي مش مستويه، مش مستويه من فوق، ولكنها مستويه بس انا مش مشغله عليها الشوايه فما اديتهاش وش. اول ما بتطلع على طول بتاخد بالظبط تلت ساعه، اول ما بتطلع بتشربيها بنص كوبايه من اللبن، طبعا متطعمه بمعلقتين من السكر. دخلتها كده في التلاجة علشان كنت مستعجله عليها، وابتديت اضرب الكريمه. باكيتين كده من كريمه دريم، صراحه بتديني قوام حلو جدا، وبتبقى ثباتها يعني مناسب قوي لاي تورتات او جاتوهات بتعمليها. نزلت عليها بنص كوبايه من اللبن المتلج ونص كوبايه من السكر الحبيبات العادي جدا. ضربتهم لحد ما الفوم بتاعهم يعلى كده، وطبعا لو حابه ان انت تزودي لبن تزوديه تدريجي، بس اهم حاجه يكون ساقع، وممكن تعمليها بميه عادي جدا لحد ما تاخدي القوام المناسب لاي جاتو بتعمليه. هتبتدي بقى تاخدي الكريمه بتاعتك بعد ما اتضربت كويس قوي قوي والفوم بتاعها عالي كده، وزي ما انتي شايفاها قوامها كويس لاي انواع تورت او جاتوهات، بتاخديها على طول وتنزلي بيها على الكيك اللي عملناه. بس طبعا لما تتاكدي ان هو برد تماما، ما ينفعش تحطي الكريمه عليه وهو سخن او حتى دافي، هيسيح معاكي الكريمه ومش هتبقى مناسبه خالص. سويتها كده بالسكريبر ودخلتها برضو الفريزر. المره دي دخلتها الفريزر لحد ما اعمل الطبقه الثالثه، ودي اهم طبقه. كوبايه الا ربع من اللبن البودر، وده على حسب المتاح واللي موجود. عليها كوبايه من الكاكاو، كوبايه من السكر، وكوبايه من اللبن، ونص كوبايه من الزيت. طبعا يكون نوع نظيف عشان ما يكرفلكيش الطعم بتاع الشوكولاته اليدوي او البيتي اللي هتعمليها. والكاكاو كمان يفضل ان هو يكون كاكاو اسباني علشان خاطر يديكي طعم الشوكولاته الاصلي بتاع المحلات. اضربيهم بقى كويس جدا بالمضرب او الهاند بلندر، وشويه شويه لو حسيتي ان القوام بتاعك تقيل هتنزلي عليها بربع كوبايه من اللبن. طبعا انتي القوام ده في ايديك انتي. انا علشان كمان اعزز الطعم نزلت عليها بربع كيلو من الشوكولاته، عليها ربع كوبايه من اللبن ومعلقتين من الزيت. حطيتهم على طول في الميكروويف يسخنوا، يا دوب يتدابوا كده زي ما انتوا شايفين. نزلت بيهم على طول على الخليط اللي عملناه. والخطوة دي طبعا اختياري، بس هي لمجرد ان هي بتخلي الطعم حلو جدا ومايل قوي قوي للشوكولاتة الجاهزة. فطبعا هي اللي مقدرته يعملها، مش مقدرته مش مهم خالص. طلعت على طول الصينية بتاعتي من الفريزر، كانت جمدت تماما. نزلت عليها على طول بالصوص اللي عملناه. ولاني الصوص ده بيبقى دافي شوية، لان اللبن اللي احنا حطيناه بيبقى دافي، فبيقفش على طول. اول ما بتحطيها على الكريمة بيقفش على طول، فلازم تعملي كمية كويسة تغطي الصينية بتاعتك، علشان لو ما حصلش ان هي غطتها بيبقى صعب جدا جدا، بيبقى شكلها مش حلو خالص، ومش هتتفرد معاكي في الصينية بسهولة. ابتديت هنا اجيب مسطرة عادية قوي قوي علشان خاطر بس القطعة بتاعة الجاتو او الكيك بتاعي تبقى مظبوطة. وابتديت احطها كده وامشي على طول عليها بالسكينة ما بين بقى تقطيع القطعة والقطعة. لازم تمسحي السكينة كويس جدا بمية سخنة علشان خاطر ما تبهدلكيش الكيك. بيبقى سهل جدا جدا ان هو يتبهدل لو قطعتي قطعتين فوق بعض.
ابتديت كده اجيب الاوريو او البوريو على حسب البسكوتات المتاحة عندك، وعلشان خاطر ما تبقاش كلها سودة كده زي ما انتوا شايفين. هي بصراحة شكلها حلو وطعمها حلو جدا. ابتديت هنا اجيب بسكوتات وشوكولاتة بيضة متسيحة على حمام مائي، وابتديت اعمل الاشكال دي. الشكل ده طبعا في ايديكي. عايزه اقولك ان كانت شكلها حلو جدا جدا وطعمها حلو قوي. بس عايزه اقولك ان انتي في الوصفة دي لازم تستخدمي الزيت يكون كويس، ما يكونش نوع اي كلام، وكمان الكاكاو يكون فعلا نوع كويس كمان علشان يديكي طعم الشوكولاتات اللي بره. وده شكل كده الجاتو بتاعي، من اسهل الوصفات اللي اتعملت، ما اخدتش وقت ولا مجهود، ويعني اعتقد يعني مش مكلفة خالص بالنسبة للقطع بتاعة الجاتو بتاعة بره. عايزه اقولك هشه كده وفلافلي، وكمان طريه. الكيك هش جدا وطعمه في حته تانية. عايزاكم تجربوا الوصفه دي. لو الوصفه عجبتكم متنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه. هي بصراحه كان عيد ميلاد بنوتي، ان شاء الله هنزل الفيديو كاملا على القناه الفيديو الجاي ان شاء الله ببقيه الوصفات اللي كنت عاملاها في عيد الميلاد. وصفات بسيطه جدا وكانت ما شاء الله تشرف. شوية حاجات كده كانت بسيطة وما اخدتش وقت ولا مجهود ولا تكاليف. عايزاكم تدوسوا لايك، يعني تفرحوني كده باللايك وبتعليقاتكم. وكمان هستنى رأيكم على الفيديو والكيك اللي عملناه. لحد هنا الفيديو خلص، اسيبكم في حفظ الله. اشوفكم في فيديو جديد بأمر الله. اعملوها جربوها كده هتعجبكم جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم. اسيبكم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.